بخصوص السؤال بتاع التتينة، يا دكتور التتينة كويسة ولا مش كويسة، نجيبها للطفل ولا ما نجيبهاش؟ بص يا ست الكل انت وهي هقول لك كل حاجة. رقم واحد، ممنوع ان انا اقدم التتينة للطفل قبل ما يتم شهر او 3 اسابيع على الاقل، عشان خاطر اتاكد ان الطفل اتعود على الرضاعة الطبيعية وبقى بيرضع كويس وواخد على صدر مامته والدنيا كويسة. تمام؟ طيب، ايه التحفظات اللي على التتينة؟ دوسي لايك كتير قوي على الفيديو الاول قبل ما اقول لك التحفظات. التحفظات ان التتينه يعني مصدر من مصادر الميكروبات، كل شويه تقع والطفل يحطها في بقه ملوثه، خدي بالك نضفيها مش عارف ايه. فدي نقطه. النقطه الثانيه ان انا عشان الغيها من الطفل بتبقى الدنيا صعبه. الطفل تلاقيه داخل الحضانه وحاطط التتينه من بقه كبر قوي، يعني شكلها مش مناسب. فحاول ان انت تشيلها منه عند 8 9 شهور قبل ما يكبر، لان بعد كده هتبقى صعبه قوي، ان انت بتبقى معاناه عامله زي البوتي تريننج كده من المقاسي اللي احنا مش عارفين نحلها بسهوله. خلاص. لكن التتينه حلوه، حلوه في ان هي بتشتري دماغنا من زن الطفل، كل ما يعيط احطها في بقه يسكت وخلاص اشترينا دماغنا. في بعض الاطفال ما بتقبلهاش، هتيجي تديها للطفل يقول لك رفضها. هو كده خلاص، هو امر واقع. تمام. ده يعني باختصار سؤال التتينة، شيروه عشان الناس كلها تستفيد منه. شكرا.